السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت اليوم أود أن أقول لكم عن قصة حصلت لي في أيام فترة الأزمة البترول، عندما وصلت البترول إلى 35,000 قيمة الدبة، 35,000. فيعني كان اللتر، يعني ما أدري بكم وصل اللتر، المهم وصل لأرقام قياسية يعني. فكنت أنا واحد صاحبي وإحنا ماشيين في الطريق، قلنا على أساس نركب مطر. فهلا المطرات ما عاد كانوا يرضوا يركبونا، فقلت صاحب المطر، قلت اسكذان لصاحبي، قلت له اسكذان نوقف لنا مطر. قال تمام. فكل ما وقفنا من مطر ما يرضاش يوقف. ليش؟ ما نشتري. وقفنا المطر الأول إلا هو مشى رحلة. الثاني بنوقف ونقول رحلة. يا جماعة الخير كيف؟ الثالث مشى من هذا قام مشى. ما نسوي يا جماعة الخير. قلت اسمع، هكذا ما احنا سابرين، تشتيه نركب، عندي لك فكرة. انا بختبي لانه ما شاء الله علي تمام، وذي جنبي وضعيف شوية. انا عاد اختفي وانت وقف مطر. انا اختفيت لي هانك في يعني خلف الحائط، هو وقف مطر. اول مطر وقف طلع صاحب المطر طلع، وهو يقول معانا 500 وهو يقول اطلع، يقول يا اخي احنا اثنين. قال يا اخي اطلع يكمل البترول. قلنا يلا خلاص. غمز لي سيح لي وانا ظهرت بالحركة البطيئة. فالراجل وهو فوق المطر شافنا اندهل. اول ما شافني خاف والله. يا جماعة الخير اثنين والله اقسم لكم بالله هذا. قلت له يا اخي يعين الله، ما معنا الا 5% يا اخي، يعينك الله، يرزق يدي لك الله رزق الكثير. المهم ركبنا فوق المطر هذاك. اول ما طلعنا فوق المطر ما رضيش يشتغل، ما رضيش، ما هو كان ما رضي. قال يا اخي ما نشتري، ايش فيه؟ يمكن انا متاكد حتى انا عبيته يا جماعه، والله انا عبيته ب 500 ريال، عدنا فعلت له ب 500. ما رضيش. وانا اقول له ننزل يا اخي وانت شغل براحتك. في الاخير نزلت. قلت خلاص يا رجال طلعنا فوق المطر. الحمد لله انه مشى، يعني بالكود انه مشى. قد التاير هذا كان يعني حالة متعبة. يلا وصلنا على نهاية الطريق الا قد المطر هذا قد واضح. قلت له طفي بس خلاص، عاد باقي شويه بترول، لا عاد يكون مرنج. زدت بغر، طلعت له بغره كان بالدلزي، يمكن عندما عبى البترول كان بآثار دلزي. فهذه كانت معاناتنا مع البترول. فتحياتي لكم، إن أعجبكم الفيديو هكذا لا، هكذا ممنوع، هكذا. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.